هو بجد خوسيه ريبيرو دي هيمشي من نقطة الاهلي يا صح. شباب. عايزكم طبعا تسمعوا احنا بس بنتكلم احمد على عز ريبيرو ان ملك المدرب التحليل رصيد. وهو بيقول رصيد هو مشاكل جاي لك خوسيه بيه، ريبيرو ورصيد هو ان فعلا بتحاول في ناس تزوده، كتيره جدا من ولما بيقل الاهلاويه او ما بيلعبش كويس خلاص ما بقتش بيفضل يقل عاجباها الرصيد المدرب بتاعك. ده وعايزاه يمشي. فانت دايما وهل بيبقى مين اللي مركز هيجي بقى في بعديه؟ الرصيد انا بتاعك سمعت ان جدا موسيماني ومش ممكن يجي موجود. بعديه. شوفوا كده تحليل احمد الراجل عز ساعة لمشاكل ما وصل هو خوسيه طبعا ريبيرو وقولوا لي كمدرب ايه رايكم. ملوش سي في ضخم، فانت بتبتدي تحاول دايما تشوف طريقة لعبه، اسلوبه مناسب مع مين، مش مناسب مع مين. فلما حصل الماتش بتاع غزل المحله بعد الماتش الاولاني كمان ابتديت بقى اقول طب ما تيجي نبص كده هو في الماتشات بتاعته مع اورلاندو قدام الفرق اللي في اخر الجدول في دوري جنوب افريقيا كان عامل ازاي. فلقيت حاجه غريبه جدا. في فريق اسمه ماجيسي، الفريق ده خرجه في الكاس السنه اللي فاتت وهو فاز عليه مره وتعادل مره، الثلاثه اللي تحت يعني. وفي فريق تاني اللي اعتقد الناس كلها عارفه، كيب تاون، هو اتعادل مع كيب تاون في ماتش وكسب ماتش بالعافيه. فبالتالي لما تتفرج بقى كمان على الهايلايتس بتاعت الماتشين دول هتلاقي ان نفس الازمه اللي حصلت بتاعت ان الفرقه في الاخر فيها نوع من انواع العجز في ان انا اوصل للجول بطريقه متاسسه صح او مبنيه صح. فبتبين لك ان الراجل عنده مشكله في الحته دي شويه. ولما تبص على الماتش وتلاقي مثلا تريزيجيه بيتكلم معاه هو اللي بيطلب يدخل لقلب الملعب، وفي الحقيقه يعني الخطوره كانت كلها جايه من تريزيجيه، الكرات اللي جت في العارضه. ففعليا هو واضح ان هو ما كانش جاهز للماتش بشكل كافي، على عكس مثلا علاء عبد العال اللي عارف اسلحته. يعني علاء عبد العال مثلا على سبيل المثال كل كره ثانيه انت بتلعب معاه انت عارف هو مش هيبيلد اب، يعني مش هيبني اللعب، هو بيشعلق الكره فوق، بس هو مش مديك مساحه تتخانق على الكره الثانيه، هو بيعمل فاول. في اي كره ثانيه طالب من اللعيبه يعمل ايه؟ اعمل فاول، وقف لي الكره هنا. ففي واحد بيستخدم ادواته والتاني مش عارف الماتش اللي داخل عليه. فدي كانت نقطه بالنسبه لي، يعني فيها نوع من انواع الرصيد اللي بيقل شويتين. عنده ولا ما عندوش حاجه؟ ما هو ده اللي بقول لك عليه، انا مش هستغرب خالص لو كسب بيراميدز سكور. ليه؟ عشان هو مدرب عنده في الجزء اللي ليه علاقه بالتعامل مع الفرق اللي بتفتح لك مساحات. انما في الفرق اللي ما بتفتحلكش مساحات كافيه لحد دلوقتي الفرقه مش ما عندهاش شيء ما بيتنفذ. طب هي دي يعني النوعيه إيه؟ اللي الاهلي عايزها. يعني انا دايما بقف عند انت ليك جمله بتعجبني قوي لما كنا بنتكلم على كيفيه استخدام اللعيبه المدربين واللعيبه والحاجات زي انت قلت جمله، قلت انت سالت عليه قبل 100%. انت سالت عليه. طيب الاهلي لو السؤال ده اخدناه بنفس الصيغه، انت سالت عليه على ريبيرو، فهل هو ده اللي هيحقق طموحات النادي الاهلي؟ انا شايف ان هو في الماتشات الكبيره هيبقى كويس، شايف ان هو في الماتشات اللي ليها علاقه طبعا في مشكله كبيره في خط الدفاع